مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اقول لكم نصيحه نادره جدا جدا جدا. الناس اللي هتلاقوها بيقولها لكم ايه هي؟ مقاس الصباع هل بيفضل ثابت ولا بيتغير؟ اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. اول حاجه يا جماعه، عشان افهمكم مقاسات الصباع، انا كنت عامل فيديو من اوائل الفيديوهات اللي انا كنت عاملها ان هو ازاي تعرف مقاس صباعك في البيت. ممكن ابعت لكم اللينك بتاعه. بس مقاس الصباع للاسف بيتغير، مش بيبقى ثابت في كذا حاجه. اول حاجه، في الصيف غير الشتاء. الصيف صباع بيملى، صباع بيملى ليه؟ من الحر. جو واحد حران مخنوق كده، فعشان كده صباعه هتلاقيه بينفش كده. فاهمين قصدي ازاي؟ بينفش، صباع بينفش زي ايه؟ زي معادن خلق ربنا. يعني مثلا الازاز، الحديد، الكلادين، كل حاجه اي معنى هتلاقي كده ايه. يعني انا عندي مثلا في المحل الباب عندي ما بيقفلش عشان الازاز، عشان في الصيف عشان ايه؟ عشان بيقعد يكحت في الحديد وكده. ده بسبب ايه؟ عشان الصيف. الصيف المعادن كلها بتمتد، فعشان كده صباعك انت كمان برضه بيمتد. فعشان كده مقاس صباعك بيختلف في الصيف عكس الشتاء. الشتاء الصباع بيكش، او اي معدن بيكش، خشب بيكش، كل حاجه. فاهمين قصدي؟ طيب، عشان كده نعمل ايه؟ نعمل حسابنا على ان احنا ما نجيبش حاجه مظبوطه بالظبط، ضيقه جدا يعني مظبوطه بالظبط، ولا واسعه شويتين ثلاثه. نحاول حاجه وسط، وسط، اللي هي بتتحرك شويه، مش ثابته قوي يعني، ولا داخله بالظبط كده، ولا اللي هي بتلعب جامد. نحاول نظبط مقاسنا بالظبط. تمام، دي حاجه اولانيه. تاني حاجه مهمه برضه لازم اقولها لكم، ان حوار ان انت ايا كان صيف او شتاء، لما تصحى من النوم وانت متغطي وانت دافي، اي انسان طبعا وهو نايم بيبقى درجه حرارته عاليه، درجه حرارته عاليه في النوم. فعشان كده اول ما بيصحى من النوم تلاقي صوابعه تخينه، صوابعه كلها تخينه مليانه. فده حاجه طبيعيه بتحصل اي حد. عشان كده في ناس كتير بيجوا لي بيكلموني على اليوتيوب، يقول لي علي انا لسه صاحي من النوم ودي مش دلتي، مش عارف اقلعها خالص من صباعي ولا اي حاجه. فده سبب تاني من الحاجات اللي بتخلي الصباع يبقى مليان. طيب ماشي، في حاجه ثالثه. في حاجه اسمها واحد ايمن او واحد ايسر. واحد بيكتب بايده اليمين وبيشتغل بايده اليمين، او بياكل ويعمل كل حاجه بايده اليمين. واحد تاني بايده الشمال. طيب ماشي، ايه بقى التاثير ده كده؟ تاثير ان الايد اليمين كل ما بتاكل بيها، كل ما بتمسك بيها، تشتغل بيها، تعمل بيها كل حاجه، غير الايد الشمال اللي هي انت راكنها. فدي ايد اليمين دي بتبقى تكون فيها عضلات، عضلات. لذلك ايد اليمين هتلاقيها مليانه او اتخن من ايد الشمال. مقاس اليمين اكبر من مقاس ايد الشمال. عشان كده المقاسين مش زي بعض. فاهمين قصدي؟ علشان كده لما تجيب دبلة خطوبة تلبسها فين؟ تلبسها في اليمين، هتبقى مظبوطة بالظبط لو عليك، بحيث انت لما تيجي تتجوز تبقى واسعة سنة بسيطة كده على الشمال، عشان برضه قلنا في الصيف. فانتوا اعملوا حساباتكم دي كلها قبل ما تشتروا اي دبلة. تمام؟ ففي ناس كده بتسألني علي هو انا مقاس صباعي هيفضل ثابت طول عمري؟ اقول له لا طبعا. فدي الاجابة بتاعتي. تمام؟ ويا رب اكون افدتكم وقلت لكم الاجابه على السؤال ده. لو حد عجبه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. شكرا.